مشاعر تشاور تودع مسافر. كل مرة تتعصبي فيها على ابنك لسبب تافه وبعدها ترجعي تصلحيه وتطيبي بخاطره لأنك عارفة إن عصبيتك بسبب حد تاني مش هو، أنت بس خرجتي غضبك فيه. كل مرة نختار اختيار غلط ونعلق فشلنا على الظروف والمجتمع والحظ ونرفض نعترف إننا إحنا اللي كنا غلط من البداية. كل مرة بنلعن فيها الحب لما بنفشل عاطفيا ولعب فينا يا في حبايبنا، أما الحب يا روحي عليه. تفتكر إحنا ليه بنعمل كده؟ تفتكر إحنا ليه وحشين بالشكل ده؟ تعال أحكي لك القصة من بدايتها. زمان قوي كنا عايشين بغرايزنا، لو في مفترس او اي احساس بالخطر كنا بنهرب تلقائيا بدون اي تفكير. ما كناش بنقف نفكر اذا كان الصوت اللي بين الشجر ده صوت مفترس ولا فريسه، احنا كنا بس بنهرب. ده كان مفيد عشان نقدر نعيش في بيئه صعبه زي دي. لكن مع مرور الوقت الخوف ما بقاش بس رد فعل، ده بقى احساس بيخليك تركز اكتر، تتعلم تتصرف باكتر من طريقه. بدل ما كنت بس بتجري دلوقتي ممكن تستخبى، ممكن حتى تفكر تهاجم. بدات كمان تتعلم ان صوت معين بيشير للغضب، حركه معينه بتعبر عن الفرح، لحد ما قدرت يبقى عندك تفكير مجرد. بس للاسف لسه المشاعر بتتحكم فيك، لسه المشاعر قادره تحدد طبيعتك وتصرفاتك. الخوف زمان كان بيخليك تجري من غير ما تعرف انت بتجري ليه، ودلوقتي برضو انت ممكن تعمل حاجات وانت مش عارف انت بتعملها ليه. طفل صغير مهمل من قبل عيلته، محدش بيهتم بيه او بمشاعره، ممكن يكبر ويعمل نفس اللي اتعمل فيه في كل علاقه يخشها من غير ما يعرف هو بيعمل كده ليه. ده لاننا لسه نفس الانسان القديم اللي مشاعره بتتحكم فيه من غير ما يحس. ودلوقتي السوشيال ميديا زودت الطين بلة، بقت مصدر دايم للمقارنات والدراما والغيره والفرح والحزن. كل ده بيحصل ورا بعض في وقت واحد من غير ما تدي فرصه لعقلك انه يهدى او يستوعب المشاعر اللي حس بيها. عقلنا بقى متلخبط، محاصر بين كم مشاعر مش قادر يتعامل معاها، وده اوقات كتير بيخلينا غير عقلانيين، بنتصرف من غير ما نفكر في العواقب. علاقاتنا دايما فيها مشاكل، كل مره نرجع لنفس التصرفات وما بنتعلمش. بنشوف ده في حياتنا بشكل يومي. لما بنطلق بدل ما نحاول نشوف ايه الاصلح للطفل حتى لو متضايقين من شريكنا، بالعكس بنحول الموضوع لمعركه ونستخدم فيها الطفل كسلاح. في مستقبلنا بدل ما نبص لهدفنا على المدى الطويل بنحاول ندور على المكسب السريع والترند. طيب ازاي نتغير وازاي نبدأ نكون عقلانيين؟ الموضوع بسيط جدا جدا، ورقة وقلم واكتب ورايا. اولا لازم يكون عندك وعي بمشاعرك البسيطة. صاحي النهارده متعكنن، ده ممكن يخلي قراراتك متشائمة. فرحان زيادة، ده ممكن يخليك توافق على حاجات ما تستحقش الموافقة. مشاعرنا البسيطة دي بتلون تفكيرنا من غير ما ناخد بالنا، ولازم يبقى عندنا وعي ليها عشان نقلل من تأثيرها علينا. ثانيا فهم الثوران العاطفي، او زي ما بيقولوا عليه اللاشعور عالي الدرجة. وده بيحصل لما مشاعر مكبوتة جوانا تزيد بدرجة خطيرة. غضب متراكم يتحول لانفجار، غيرة تقلب لهوس، خوف يتحول لهلع. في اللحظات دي كل حاجة بنشوفها من عدسة المشاعر، وساعتها بناخد قرارات ممكن نندم عليها. لو قدرت تتعرف على الحالة دي وانت جواها، لو قدرت تفهم نفسك وتفهم طبيعة شعورك، وقتها فانت بتتحرك خطوة نحو العقلانية. وعشان تقدر تعمل ده مارس التأمل، راجع قراراتك القديمة وتعلم منها. لما تحس بمشاعر قوية خد دقيقة من وقتك وفكر، أنا ليه حاسس بالشعور ده؟ وهل اللي حاصل يستاهل فعلا ولا لا؟ مشاعرنا هي الطاقة اللي بتحركنا، هي اللي بتخلينا بشر. مهم جدا نحطها في مكانها الصح. وده مش معناه اني اكون روبوت ما بيتأثرش وما بيحسش، لكن معناه اني اكون انسان واعي، انسان مراعي المشاعر اللي حواليه مش معمي بمشاعره. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، شارك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.